اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ولقاكم هذا الفيديو بالف خير ان شاء الله. لاول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على زر الاشتراك ولايك اللي عجبكم الفيديو، وبارطاج مع الحباب والصحاب، وتعليق نعرف الراي ديالكم في الموضوع فضلا وليس امرا. وقبل ما غندوز الموضوع ديالنا، كنشكر الناس اللي نضافوا للقناه وكنقول لكم مرحبا بكم داركم، والناس القدام اللي معايا في القناه كنقول لهم بلا بكم ما كاينه حتى حاجه في هذه القناه، وشكرا للدعم ديالكم. المهم غندوزوا الموضوع ديالنا. اليوم غنشارك معكم بعض المقاطع ونديروا واحد المقارنه بيناتهم، منين كانوا هاد البنات مع الام ديالهم ومنين رجعوا مع زوجة الاب ديالهم، وغنخرجوا بواحد الخلاصه واللي هي غنقولها لكم من دابا. كيف ما كيقول المثل المغربي، اللي ما ولده ما حن عليه. وهنا كتبان المحنه ديال الام، وكتبان العطاء ديال الام اللي كيكون بلا مقابل. فبقاو معايا حتى لاخر الفيديو. بصحتك الله يعطيك الصحة. شافتني حنيت البنات خالتها قالت لي يا انا ماشي قضيه الغيره، الحنه اصلا اللي شافها راه تتعجبو. مني انا وجبت، انا براسي كتعجبني الحنه. انا ملي كنت صغيره كنت كنشوف ماما ماما جاها النعاس وكتحني لي كلشي نعاس كتوزر لك تما كتصور. المهم نشاركو معاهم هادشي. لا يبارك وباركيهم العواشر ضروري عواشرهم مبروكة كيف ما شفتوا في هذا المقطع كانت 27، وحنا كنعرفوا ان في 27 كيحنوا البنيتات والعواتقات كيفرحوا بهم والديهم وداكشي. فكانت سعاد يعني دائما انها كتفرح ببنياتها وكتحني لهم وكدير لهم قفيطنات. وهذا الفيديو بالضبط راه تصور مع الفجر. تصوروا راكم كتسمعوا الطبال ديال اللي كينوض من السحور وهي كتحني لها، وراه قالتها البنت، قالتها كيديها النعاس وهي كتحني لها باش تفرح هاد البنت، باش تفرحها وتخليها حتى هي ما ناقصه حتى حاجه قدام صحاباتها وتفرح مع صحاباتها. ولكن العاقه شنو كان الجزاء ديال هاد الام؟ النكران، وانها ام غير صالحه، ام اللي قدمت كل شيء وما خدات حتى حاجه. يعني ما كتسناش المقابل، كانت كتسنى ان غير بناتها يعني يحنوا فيها ويطيعوها ويديروا داكشي اللي غيمشي لمصلحتهم، اللي غيصب في المصلحه ديالهم. ولكن مع الاسف هاد البنات تبعوا الماديات، تبعوا باهم اللي كيعمر لهم الراس وكيكرههم في ديك الام وكيذكر لهم فقط المساوئ ديال الام باش يكرهوها وباش ينوضوا ضدها. في حين ان زوجة الاب اللي عاد جات البارح واللي ما قدمت والو لهاد البنات، اجيو تشوفوا اللقطه الصادمه باش ردات هاد البنت الام ديالها. هاد البنت اللي علماتها الام ديالها الصنعه واللي كانت كتهلا فيها وكانت كتقاتل مع الزمان باش تلبي لها الحاجيات ديالها. اجي تشوفوا اللقطه الصادمه اللي عطاتها هاد البنت الام ديالها. وكيف ما شفتوا في هذا المقطع الصادم، البنت كتحني لشريك سمها، وهذا الشيء كيتبارطاجا وكتشوفوا الام. بالله عليكم واش جزاء هاد الام هو هاد الشيء من هاد البنات؟ واش الام
تحني لبنتها وتهلا في بنتها، والبنت تمشي تحني لمرت باها ولشريك تمها وتهلا في شريك تمها ضد في الام ديالها. اش من زمان بقينا فيه، اش من زمان حنا عايشين فيه. المهم راكم شفتوا اللقطه ديالها ديال البارح خارجه كتحني بوحدها، ما حاشاه لها حتى شي واحد، لا الجده ولا زوجة الاب، ما دينهاش فيها. تزوجي جلسي، المهم هما يقضيو بها المصالح ديالهم والمآرب ديالهم وانتي ما على بالهمش بيك. فهذا راه بدايه انك كتخلصي السخط ديال امك، هذا راه غير السخط كيخرج فيك. فكوني اكيده راه ماشي بالضروره بنادم يتعوق ولا بالضروره بنادم يمرض ولا تخرج فيه شي حاجه عاد باش نقولوا السخط راه خرج فيه. راه غير شنو هي انك ما تفرحيش واحد الفرحه اللي كتسنايها مره واحده في العمر وما تفرحيهاش، فراه هذاك كيتسمى سخط. ولو هاد البنت ما مزوجاش عن اقتناع، ولو ان الظروف حاستها باش تزوج بهاد السيد ومرغومه على هاد الشيء، كان عليهم انهم يفرحوا بها ويدخلوا لها ولو بصيص ديال الفرحه. ولكن كيف ما قلت لكم هاد الناس خاصهم غير يقضيوا بها حوايجهم والمآرب ديالهم وتكون هي الكبش الفداء ديالهم وما على بالهمش بها. دابا غنشارك معكم المقطع ديال البارح واللي صراحه ألمني وايضا عجبني، لان يكون عبره لمن لا يعتبر. البنات اللي كيسخن عليهم راسهم وكينوضوا ضد الامهات ديالهم. فبقاو معنا. هادشي اش هذا؟ خصني نوريكم اش كندير. شوفوا شحال ديال الحنه، شوفوا شحال ديال الحنه على هادي. المهم هنايا درت هاد الترميزه هادي، نمسح بكلينكس باش داكشي اللي مع الجناب باش تجيني دوايره نيت، ما يتطراساش داك التخرميز اللي مع الجناب. فوالا قصتي يديا هنايا. جبت قصتنا. المهم غادي نتسناها تنشف، وماشي تنشف كامله حيت ما غتنشفش، هادي راه غليظه بزاف. المهم نتسناها غير تخرج شويه وديك الساعات نحيدها ونوريكم كيفاش جات. بغيت المهم دابا غادي نخرجوا نمشيو او كيف ما شفتوا خرجات كتحني بوحدها بحال البنت مقطوعه من شجره، ما عندها لا جده ولا عمه ولا فين. راه هاد الام البديله الحنونه اللي ما عمرك شتي بحالها، وان هادشي اللي لقيتيه معاها ما لقيتيهش في الام ديالك. ما قدرتش دير لك واحد العشيه ولو بسيطه، ورغم هاد الظروف اللي كتعيشوها سرواج المحاكم والولايه وهذه. ولكن على الاقل منين اختاريتوا انكم تضربوا العقد في هذا الوقت هذا وانتم غارقين مشاكل حتى لودنيكم، كان عليكم ديروا واحد العشيه غير على عيني العديان، غير بعدا باش تفقسي لي القنوات المنتقده وتفقسي لي العديان اللي واقفين ضدك. ولكن لا، انتم عزاز عليكم الهضره. المهم هذا هو لا فيديو ديالنا اليوم، وكيف ما قلت لكم انا نحني لبنتي وبنتي تحني لشريكتي، وهذه هي الدنيا وهذا هو الزمن اللي رجعنا فيه. الله ينجينا ونجيكم. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم، ونتلاقاكم في فيديو الجاي وبسلامه عليكم.